طيب حماتك جايه النهارده، يبقى تطلعي طقم الصيني بتاع تيتا فكيهه اللي بقاله 300 سنه، اللي ب 200,000 جنيه، وتحط لها الشاي في البراد الصيني، وتطلعي لها الطقم الصيني وتقدمي لها مج ايه. هتقدمي لها في المج ايه؟ هي قالت لك حطي في المج اللي في المطبخ. طب استني بقى، انا جايالك. طقم الصيني وخناقه البنت ومامتها على طقم الصيني. البنت عايزه تجيب حاجه معينه، ومامتها تبعا للتقاليد عايزه تجيب حاجه تانية خالص. طيب هنحلها ازاي دي؟ اولا، اول ما هبتدي معاكم هكلمكم على افضل انواع الصيني اللي موجوده واللي انقرضت ومحدش عاد بيجيبها تاني. افضل انواع الصيني ايه؟ حاجه اسمها كريستوفر. كريستوفر دي ما بقتش موجوده دلوقتي، ممكن نلاقيها بقى في القصور الملكيه والحاجات الجامده دي. نوع تاني اسمه الخزف الصيني، زي النوع المعتق بتاعي اللي عندي ده يعتبر من افضل الصيني اللي موجود في مصر من 30 سنة فاتت. بناتنا ما بيعرفوش قيمته، يعني انت لما هتجيبي لبنوتك حاجة زي دي دلوقتي هتقولك لا ده حاجة ديمودي وانا مش عايزاها، وانا عايزة اجيب الحاجات الجديدة والكلام ده كله. طيب احنا هنركن الحاجات اللي ب200,000 جنيه دي، والطقم وصل فيها دلوقتي ل60,000 جنيه، وتعالي نتكلم عن اللي ممكن ننزل دلوقتي نشتريه. ونظرا للغلاء الفظيع اللي احنا بقينا فيه دلوقتي، اقل طقم صيني تقدري تشتريه وتحسي ان انت فعلا اشتريتي حاجة بسعر معقول وبجودة كويسة، بنتكلم من اول 6000 وانتي طالعة. تعالي نشوف مع بعض هنقدر نشتري ايه بالبادجت بتاعتنا. اول حاجة هنتكلم عليها تقييم الجودة. يعني ايه تقييم الجودة؟ يعني هل انا الطقم الصيني اللي انا هجيبه ده فعلا يستاهل الفلوس اللي هتدفع فيه ولا لا؟ زمان الصيني كان هو صيني وخلاص، دلوقتي دخلوا في الصيني مادة اسمها البورسلين. اولا مبدئيا كده الصيني ده بيبقى ماده من السيراميك بيتعمل بيها، بتكون لان السيراميك اصلا بيبقى منتج من منتجات الازاز، بيكون اقرب ما يكون لانه هو يكون شفاف، يعني ان هو مايل ناحيه الازاز. دي الجوده اللي المفروض ان هي تبقى احسن حاجه في الصيني اللي انت بتجيبيه، ان انت لما تمسكي الطبق تشوفي في الضوء كف ايدك فيه نفاذ، مش مصمت، مش زي الانواع القديمه اللي انا وريتها لكم اللي كنا بندفع فيها مبالغ كبيره جدا، وكان هو ده بالنسبه لنا احسن نوع صيني موجود. لا دلوقتي كل ما الطبق كان خفيف كل ما كان احسن، كل ما الطبق انت شفتي كف ايدك فيه من ورا كل ما بقى افضل. ليه احنا لجأنا ان احنا نضيف البورسلين للصيني؟ مع العصر الجديد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بقى الغسالة والمايكرويف جزء لا يتجزأ من حياتنا. طب انا لو دخلت الطقم ده الغسالة 5-6 غسلات هلاقي الطقم ده كله اتمسح. ده اخره هتغسليه بميه وصابون وسفنجه ناعمه مش خشنه. كمان اضفنا البورسلين لان احنا بقينا نستخدم الميكرويف، فانا لما هحط الطبق الصيني في الميكرويف هيسخن معايا جدا، ولو في ذهبي او فضي هنبص نلاقيه قاعد يطرقع في الميكرويف وبيعمل مشاكل. تاني حاجه لغساله الاطباق، البورسلين استخدامه اللي هو بنستخدمه كتير، مش الحاجه اللي بنستخدمها ونطلعها كل سنه مره، وعشان كده هم عملوه بديل للصيني لانه سهل الاستخدام. وكمان في ميزة تانية البنات كلها بتحبها، ان هو الوانه كتير والوانه زاهية، وفي منه المربع والمدور والمستطيل وكل الاشكال والحاجات اشتغل فيها. يجي حاجة تانية بتنافسه ويعتبر كمان اجود منه، حاجه اسمها البونشاينا. البونشاينا ده بتلاقيه خفيف جدا، وبرده لو جينا بصينا من خلاله هنلاقي ايدينا بتشف فيه. بس البونشاينا لانه جودته عاليه وسعره عالي فدايما بنلاقي عليه شغل ذهبي وشغل فضي وحاجات كده، فناخد بالنا برضو ان احنا يعني استخدامه في الميكرويف او غسالة الاطباق هيبقى مش عملي. في بقى نوع اللي هو البونشاينا اللي هو بنروح نجيبه من ايكيا. النوع ده حلو جدا جدا جدا، خفيف وسهل في الاستخدام في الميكرويف، وسهل جدا في غسالة الاطباق. عيبه الوحيد ان هو ما فيهوش فرايتي، هو طبق مسطح او طبق غويط، لا فيه رسمه ولا فيه شكل ولا فيه اي حاجه، هو شكله تقليدي جدا بس عملي جدا لو انت هتجيبي طقم لانك تستخدميه في المطبخ بشكل يومي، سواء انت عروسه او انت بتجددي في بيتك يعني.
في نوع كمان اماراتي اسمه راك، النوع ده اثبت جودة في السوق المصري وما اختلفوش عليه الناس كتير ان هو حاجة كويسة ومحترمة، ان الطباعة بتاعته ثابتة مش بتتمسح. لان انا شفت بصراحة في السوق حاجات، يعني والله انا شفت حاجات بايدك لو مشيتيها على الطبق الرسمة بتتمسح. فالراك ده يعتبر من الحاجات الكويسة، والسعر برضو بتاعه كويس، مش غالي ومش عبي، يعني من الحاجات الكويسة. واللي هتلاقيه برضو بينافس معاه اللي هو فتحي محمود. فتحي محمود ده مصري، بس هو الميزه فيه ان هو ايه، هو العجينه بتاعته بتيجي من المانيا، واحنا هنا بناخده في السوق المصري بنصنعه ونطلع منتج الماني بصناعه مصريه اسمه فتحي محمود. ده برضو من الانواع الحلوه جدا، يعني ده طبق منهم. عايزه اقولك ان هو بقاله سنين عند صاحبته، يعني ممكن يكون بقاله مثلا 15 او 16 سنة، ومع ذلك محتفظ برونقه ولمعانه. لو جينا بقى هندور على الجودة، او انا لما باجي انزل اشتري طقم الصيني بقول هو الطقم ده إيه مصري ولا فرنساوي ولا الماني ولا ايه بالظبط. طيب لو خدناهم كده كاتيجوري ورا بعض، احلى حاجة في الصيني الياباني، يجي بعده الفرنساوي اللي هو اشهرهم ماركة اسمها ليموج. تالت حاجة عندنا الإيطالي والبولندي، الاتنين تقريبا ايكوال، متساويين في الجودة وفي السعر وفي كل حاجة. آخر حاجة بتيجي معانا اللي هو الهندي والإماراتي واللبناني والمصري، كل دول نفس الكاتيجوري اللي هو المتوسط، حاجة كويسة سعرها كويس وخامتها برضو كويسة وهتعيش معاكي. آخر حاجة اللي هو الصيني، وطبعا أنا لا أنصح بيه تماما، لأن ده من الأنواع اللي أنا زي ما قلتلك قبل كده الرديئة جدا، اللي ممكن بتمسحيها بإيدك الرسمة بتتمسح، فابعدي عنها خالص. نصيحة بقى للبنات اللي مقبلة على الجواز وبتجيب، لو هتشتري ما تشتريش نص طقم، يعني لو هتشتري نص طقم لاستخدامك انت في العشاء اتس اوكي مفيش مشكلة، انما لو انت هتشتري طقم عشان تحطيه سيرفيس على السفرة ما تشتريش اقل من طقم كامل. نصيحة تانية، لو قدرتي تستغني عن البراد، طقم الشاي، طقم القهوة، السوسيرة اللي احنا مش بنستخدمها، السكرية اللي احنا ما بنطلعهاش غير في المواسم والأعياد، الحاجات دي بتدفعي فيها فلوس كتير، وصدقيني بتتركن في النيش اللي احنا عايزين نشيله اصلا من البيت ونلغيه، وما بتعمليش حاجة غير ان انت كل شهرين 3 تطلعيهم تنضفيهم وترجعيهم تاني. اتمنى ان انا اكون لمتلك بالموضوع، وان انت لما تيجي تنزلي تشتري تبقي عارفة انت بتشتري ازاي. ولو ليكم اي تعليقات اي استفسارات اكتبولي في الكومنتات، واشوفكم الحلقة الجاية مع حكاية جديدة وفكرة جديدة ممكن نعملها.